هو اخر درس يا حبايبي، بس مش اخر حصه في المنهج، يعني في الدرس ده بياخد كذا حصه معانا. اول حاجه، الدرس بتاعنا اسمه معادله الخط المستقيم. اهم درس في الهندسه، وممكن يجيب الامتحان كله على الدرس ده بس. ازاي يعني الامتحان كله على الدرس ده بس؟ ما اصل الدرس ده انا ممكن ادخل فيه بعد، ممكن ادخل فيه ميل، ممكن ادخل فيه منتصف. طيب ماشي يا مستر، وريني. صاد بيساوي م س زائد ج. دي اسمها المعادله في الصوره العامه. دي اسمها المعادله في الصوره الايه العامه. مين صاد؟ صاد. طيب ماشي، ميم سين. سين ده اللي هو الميم. سين ده اللي هو الايه يا حبايبي؟ الميم. طب مين جيم؟ جيم ده طول الجزء المقطوع منين بقى؟ من محور الصادات. مش فاهم اي حاجه يا مستر. طب تعالى نفهم واحده واحده. ده يا حبايبي مستقيم، صح؟ عايز اجيب المعادله بتاعته، عايز اجيب العلاقه اللي بتربط س بصاد. فانت محتاج تجيب الميل وطول الجزء المقطوع ده من محور الصاد، وتجيب ايه؟ طول الجزء المقطوع من محور الصاد. طب برضه مش فاهم حاجه. طب تعالى نكتب ارقام عشان تقدر تفهم احنا بنقول ايه. السؤال بيقول يا حبايبي اوجد معادله المستقيم الذي ميله باتنين ويقطع ثلاث وحدات من الاتجاه الموجب لمحور الصادات. طبعا على السؤال ده كله انت حاسس ان احنا هنقعد نجاوب 3 ايام، انما الاجابه كلمه صغيره. الصيغه العامه للمعادله اسمها ص بيساوي م س زائد ج. طب احنا دلوقتي معانا الميل بكام يا جماعه؟ ها؟ اتنين. حلو قوي. يبقى احنا هنكتب هنا الميل باتنين. طب والجزء المقطوع بكام يا شباب؟ تلاتة. 3. بس يبقى دي المعادله بتاعتنا. ايه ده؟ بس كده؟ اه بس كده. يعني دي مساله في الامتحان يا مستر ب3 درجات؟ ايوه دي مساله في الامتحان ب3 درجات. ده كده الامتحان خايب قوي. لا، ما هو مش كل المسائل تيجي كده. ممكن تيجي كده، ممكن تيجي حاجه فيها شغل شويه. يبقى تاني كده حبايبي، اوجد معادل مستقيم الذي ميله كذا ويقطع وحدات كذا. طب ماشي، ممكن تيجي كمان واحده. كمان واحده. اوجد معادله الخط المستقيم الذي ميله باتنين ويقطع 3 وحدات من الاتجاه السالب لمحور الصادات. يلا بينا. يبقى صاد بيساوي الميل بكام؟ باتنين. باتنين. والجزء المقطوع 3 من الاتجاه ايه؟ سالب يعني ناقص تلاتة. يعني ناقص 3. بس كده؟ بس كده. طب افرض يا مستر ان الراجل قال لي يمر بنقطة الأصل، يعني ميله بنص وبيمر بنقطة الأصل. ومال يا عم بسيطة. صاد بيساوي نص س. طب يعني ايه بقى بيمر بنقطة الأصل؟ ما احنا قلنا كده بيقطع جزء موجب وكده بيقطع جزء سالب، يبقى لو مر بنقطة الأصل مفيش جزء مقطوع أصلا. يبقى لو قطع من فوق يبقى قطع جزء موجب، لو قطع من تحت قطع جزء سالب. طب لو مر بنقطة الأصل مفيش جزء مقطوع. مفيش جزء مقطوع. تمام كده؟ في أي مشاكل؟ لا تمام. محتاجين تمرين صح؟ اه. إيه، هتفتحوا كتابكم صفحة 252. شايف السؤال الثاني؟ حلو. حلو دلوقتي. 5 مسائل كده، يلا بينا.
مستر، هي المسألة الأخيرة صح؟ لا، دي مش متأكدة منها. اه، بس مش لازم اكتب الصفر، يعني صاد بيساوي سالب 2 على طول وخلاص. تمام. تمام يا عم. بس هو الحل كله ما شاء الله غلط، ايه صح. قال كله ايه؟ صح. اتفاجأت كده ليه ماشي. يا ياسين؟ ايه؟ اتفاجأت ليه كده؟ ما عندكش ثقة في نفسك ولا ايه يا عم؟ نهائي. نهائي؟ لا ازعل منك. لا والله بهزر مع حضرتك. لا طبعا لازم يبقى عندك ثقة وثقة كبيرة كمان ان أكيد. شاء الله. طب يلا بينا نحل يلا. يلا شباب. طبعا اول معادلة سهلة خالص. الميل ب 2 والجزء المطلوب ب 7، يبقى ص بيساوي 2 س زائد 7. تاني معادلة الميل بيساوي بواحد، يبقى ص بيساوي سالب س زائد 3. اللي بعدها 2 ونص س ناقص 1. اللي بعدها ص بيساوي سالب 3 على 4 س ناقص 2 ونص. هو اكتبها 2 ونص ولا ارفع الكسر؟ مش فارقة، يعني مش فارقة كده ولا كده. الأخيرة ميله بصفر ويقطع وجزء السالب وحدتين، يبقى ص بيساوي سالب 2 من غير ما اكتب صفر. طب لو كتبنا صفر عادي مش هندقق يعني. طب سؤال بقى بالعكس. سؤال بالايه؟ بالعكس. الراجل بيقول لي اوجد الميل والجزء المقطوع من محور الصادات إذا كانت المعادلة ص بيساوي 2 س زائد 3، ص بيساوي 3 ناقص س، ص بيساوي نص س، ص بيساوي 4. يلا بينا. أربع أسئلة، أنا جاوب الأخيرة وأنتوا جاوبوا التلاتة الأولانيين. نبدأ بأسيل. يلا زوزو. الميل بكام والجزء تمام. المقطوع بكام؟ الميل باتنين والجزء المقطوع في الجزء الموجب بمحور الصادات بتلاتة. 3. يلا رودينا وركزي يا رودين. حظك الميل بقى. 3. الميل 3 والجزء المقطوع. عند نقطة الأصل. طب إيه رأيك يا رودينا إن دي ممكن تتكتب كده؟ هتبقى الميل -1 والجزء المقطوع 3.
اه يعني ايه رايك بقى انت بقى، الميل كام في اول حاله؟ -1. ماشي يا بدايه. يبقى هنا يا حبايبي الميل العدد قدام السين، مش العدد الاولاني. اصل ساعات بيضحك عليا يشوفني مركز ولا لا ويديني بالطريقه دي. لا، الميل اللي مكتوب في الاول، الميل اللي مكتوب معامل السين، الميل معامل السين مكتوبها في الاول مكتوب في الاخر، دي مش مشكله خالص. يلا يا باشمهندس، الميل بكام والجزء المقطوع بكام؟ بنص. الميل بنص. والجزء المقطوع مر بصفر. بصفر. طبعا هنا الميل بصفر والجزء المقطوع بكام؟ باربعه. طب انا عندي سؤال يا جماعه، هو الراجل لو كان كتب لي ص بيساوي 2 س ناقص 3، يبقى الميل بكام والجزء المقطوع بكام؟ طب ما هي سهله، الميل ب2 والجزء المقطوع بسالب 3. انت بتخوفنا ليه يا مستر؟ لا انا مش بخوفك، انا بنبهك. في فرق بين كلمه الجزء المقطوع وطول الجزء المقطوع. اوبا، ده الكلام كبير. اه يا حبيبي الكلام كبير طبعا. الجزء المقطوع يبقى سالب 3، ما عندناش مشكله فيها. انما لو قال لي طول، مفيش طول بالسالب، مفيش طول بالسالب، يبقى الجزء المقطوع هنا هيبقى 3 من الاتجاه السالب لمحور الصاد. يبقى نخلي بالنا النهارده عنك وانت بتجاوب. يبقى هنا لو الراجل قال لك اوجد الجزء المقطوع، ماشي، سالب 3 او 3 زي ما يكون مكتوبه. انما لو قال كلمه طول، فاحنا كلنا عارفين ومتاكدين ان مفيش طول بالايه؟ بالسالب. صح؟ صح. طيب. صح. تمام، الله يبارك لكم. طب بص معايا كده، لقيت الراجل بيسالني سؤال انا مستغربه. عايز يجيب الميل من المعادله دي. بيقول لي اوجد الميل والجزء المقطوع. يلا، تجيبهم ازاي دول يا مستر؟ بص يا حبيبي، انا مش هخبي عليك، انا مش عارف. نعم، انا مش عارف يا جدعان في ايه. مش عارف غير الطريقه دي، ان ده الميل وده الجزء المقطوع. طب ايه راي حضرتك لو حولنا المعادله دي للصيغه دي؟ يلا بينا. يلا بينا، مين يساعدنا يا جماعه يخلي دي في الصيغه دي؟ مالك، يلا يا بس مالك. هنثبت 3 صاد. طب بالراحه بس، انا كتبت لك ليه؟ انا بقول لك يلا يا مالك، ها. يبقى 3 ص بيساوي كام يا باشمهندس؟ -2 س زائد 6. تمام. طب اللي انا واخد بالي ان الصاد كان قدامها واحد، ما كانش قدامها عدد. نقسم على 3. يبقى صاد بيساوي سالب 2 على 3 س زائد 6 على 3، صح كده؟ صح. تمام، طريقة سهلة وبسيطة وما خدتش مني وقت كتير. بس في ناس بتحب تنجز نفسها، وإن كان الكلام ده صح، بس في ناس عايزة تعمل حل أسرع شوية. نساعدهم نساعدهم يعني. هو العدد ده ماله؟ ده معامل السين يا مستر، بس حط له إشارة سالبة. تمام. والعدد ده اللي هو مين؟ ده والله يا مستر ده معامل الصاد. جميل. يبقى حضرتك دلوقتي ممكن تجيب الميل بطريقة سريعة. اه، يبقى الميل لو السين والصاد في نفس الطرف، ممكن تقول سالب معامل س على معامل صاد. يبقى لو السين والصاد في نفس الطرف وحضرتك عايز تجيب الميل، فبنقول ايه بقى؟ ان الميل بيساوي ايه على ايه؟ سالب معامل س على معامل صاد. يبقى تاني كده، لو السين والصاد في نفس الطرف وانت عايز تجيب الميل بسرعه، يبقى سالب معامل س على معامل الصاد، على معامل مين؟ الصاد. طب بالنسبه للجزء المقطوع يا مستر، بيساوي سالب الحد المطلق. يعني ايه الحد المطلق؟ يعني اللي ما فيهوش س ولا فيه صاد، على معامل صاد برضه. طب تمام ماشي.
ممكن تدينا مسائل كده عشان افهم؟ نديك مسائل مش مسألة واحدة ولا حاجة. 3 س زائد 4 ص ناقص 8 بيساوي صفر. 5 س ناقص 2 ص ناقص 11 بيساوي صفر. 3 ص زائد 2 س ناقص 8 بيساوي صفر. 4 س زائد 3 ص بيساوي 5. 2 ص بيساوي 4 س ناقص 11. يلا بينا. يلا بينا. الميل قلنا بيساوي ايه على ايه يا شباب؟ سالب معامل س على معامل ص. يلا أسيل. يبقى كام على كام؟ -3/4. برافو عليك. -3 لا مفيش س بقى، سالب 3 على 4 سالب المعامل. طب الجزء أيوة. المقطوع بناخد الرقم ده بره بعكس، الإشارة. يعني 8 على معامل الصاد اللي هو كام؟ 4. يبقى فيها الاثنين لو في اختصار. يلا رضينا. الميل في الحالة الثانية كام؟ سالب معامل السين على سالب معامل الصاد -5 على على -2 على السالب 2. برافو عليك، يعني 5 على 2. طب الجزء المقطوع؟ بتساوي -11. لا 11 11 11 على سالب. على السالب 2 فيها السالب 11 على 2. يلا مالك. الميل هنا بيساوي ايه؟ ركز. -4 على 3. فين الأربعة وفين الثلاثة يا مالك؟ أنا في المسألة دي. -3 على 2. فين السين وفين الصاد يا مالك؟ -2 على 3 معلش. ماشي بس ركز في الامتحان. يبقى سالب معامل السين على معامل الصاد، يبقى سالب 2 على 3. طب والجزء المقطوع ده بيطلع بره بعكس. هيبقى 8 يا مستر على 3. 8 على 3. طيب هنا يا مستر نعمل ايه؟ عارف المشكلة يعني. يبقى الميل سالب معامل س على معامل صاد. طب الجزء المقطوع هو اصلا الخمسه في طرف تاني، يبقى مش هاخد سالب، هي اصلا في طرف تاني هنسيبها زي ما هي، يبقى 5 على 3. طب وهنا؟ هنا السين والصاد كل واحده منهم في طرف، يبقى اقسم على الاثنين. يبقى صاد بيساوي 4 على 2 فيها الاثنين س ناقص 11 على 2. يبقى الميل 2 وجزء المقطوع بسالب 11 على 2. معلش كده ممكن تقول اخيرا كمان مره؟ نقول اخيرا كمان مره. هي اصلا اسمها 2 صاد بيساوي 4 س ناقص 11. يبقى انا دلوقتي لو قسمت على الاثنين هترجع للصيغه الاصليه اللي احنا كنا شغالين عليها من بدري. تمام كده يا حبايبي؟ لا تمام. تمام. طب ندي تمرين على الجزئيه ديت نحلوها ونرجع نكمل بقيه الحصه. اوجد الميل والجزء المقطوع من المعادلات دي. 2 س ناقص 3 ص ناقص 6 بيساوي 0. 3 س زائد 4 ص ناقص 5 بيساوي 0. 4 ص ناقص 3 س بيساوي 11. على ما تحل هبعت لك لينك جديد.